المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يعيد الكرة ويسحق المنتخب الجزائري خارج الديار. حقق المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة فوزا عريضا على نظيره الجزائري في إياب الدور الثالث من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، والتي ستقام في الدومينيكان شهر أكتوبر المقبل. هذا وأقيمت المباراة في ملعب مغلق دون حضور جماهير أو تغطية تلفزيونية، وذلك بناء على تعليمات من السلطات الجزائرية خوفا من تكرار هزيمة الذهاب التي انتهت بفوز المغرب ب4 أهداف نظيفة. هذا ورغم غياب التغطية واصلت فتيات المغرب تألقهن وحسمهن نتيجة المباراة ب4 أهداف دون رد من توقيع كل من لينا الجامعي وشيماء بوغازي وبهذا الفوز الكبير اقترب المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة بشكل كبير من التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث ينتظره الدور الحاسم والأخير في الأسابيع القليلة القادمة ضد منتخب إفريقي آخر. هذا ويعد هذا الإنجاز هائلا بالنسبة للكرة النسائية المغربية، حيث تسعى فتيات المغرب لكتابة تاريخ جديد من خلال التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخهن. ويذكر أن فتيات المنتخب الوطني المغربي لقين دعما ومساندة كبيرين من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن فخرهم بهذا الإنجاز التاريخي وقدموا لهن التهاني والتشجيع لمواصلة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات.